صباح الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وتكونوا في صحه جيده ان شاء الله، نتوما وليداتكم العائله تاعكم كامل. المراه قلت لكم، المراه ربة البيت كما انا دائما مع ندير فطور، ندير عشاء، ندير فطور، ندير عشاء. اليوم جبت لكم وصفه بنينه بزاف وشابه، وسبق لي درتها معكم بصح بزاف ما شافوهاش ولا مانيش عارف، وكي سمحت لي الفرصه نعاود نصورها، عاود صورتها لكم زعما باحسن طريقه. درتها بكري العام اللي فات ولا، اللي هي الكبده تاع الدجاج بالزيتون. هنا عندي الكبده تاع الدجاج غسلتها مليح هي والقوانص. انا القوانص غليتهم في الماء، غسلتهم مليح مليح، غسلوهم نقوهم، غسلوهم بالملح والخل 2 خطرات 3 خطرات حتى تشموا فيهم ريحه هكا زعما ماشي زفره، تقلعوا لهم هذيك السفوريه. ادوا القوانص قطعوهم هكا صغيرين وغلوهم في الماء، غلوهم. انا باش الفيديو ما يكونش طويل بزاف خاطر بغيت ندير لكم غير فيديو هكا صغير تشوفوا برك الوصفه هذه بنينه بنينه بنينه. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تنجحوا فيها وتقولوا لي الخبر. تجي مرافقه، شوفوا تنجموا ترافقوها مع الرز اللي درته معكم، الرز اكسبريس اللي ديروه في لاكوكوت بالخف يطيب. تنجموا ديروا فريت، تنجموا ديروا زعما لي بات، بوركوا با لي بات مقارون ولا اي حاجه. نتوما لكم السباغيتي تاغلياتيل، نتوما انا نعطيكم الفكره وني عارفه بلي نتوما كاع فنانات الله يبارك ما شاء الله عليكم في المطبخ. المراه كي تدخل المطبخ تعطيها حبه بيض تزوقها لك يعني. نبداو بسم الله. عندنا قلت لكم الكبده والقوانص، اي كميه راهي عندكم. عندنا البصل شرائح، وعندنا الثوم والرند، حبه طماطش مكرفجه. هنا عندي الزيتون، نهضر لكم على الزيتون. انا الزيتون ما نغليهش، انا الزيتون كي نشريه نهار اللي نشريه نديره في علبه، ندير له الماء ونقعد غير نبدل له في الماء نهار يومين. كي ندوق الحبه تاع الزيتون صاي الملوحيه تروح صافي. كي نقيم الطاجين تاع الزيتون تاعي نجم ندير الملح عادي، ماشي نخاف يجيني مالح يجيني مر يجيني. بصح في هذه الوصفه من الكبده ما تستحملش الطياب، هذا ماشي طاجين، هذه الكبده ما تستحملش الطياب بزاف. هنا انا من كنت مصفيته وكلشي عاد تما تنجموا ديروه في اكياس وديروه في الكونجيلاتور، كي تسحقوه تجبدوه غير ترموه. انا هكا ندير. هنا جبت دروك درته طاب شويه، شوفوا راه طايب خاصك الكونجيلاتور يطيبه، يعني الكونجيلاتور عارفين الكونجيلاتور غليته مره واحده، ما درت له لا خل لا ليم لا والو. شوفوا يحافظ على اللون تاعو هكا شباب. هذه هي. ندو اون سوسيس تاعنا فاش راكو باغيين نطيبوا زعما اي حاجه تبغوا طاجين ولا حاجه، نديروا فيها شويه زيت هكا 2 مغارف ولا 3 مغارف تاع زيت. هنا عندي حبه بصل كبيره راني قسمتها هكا شرائح هكا رقاق، شوفوا باش يطيبوا لكم وكاع. شوفوا بالخف شرائح رقاق. نقلي البصل تاعي في الزيت، تبداو تقلبوا في البصل، ما تنساوش تقعدوا تحركوا ماشي تحرقوه حتى يولي اللون تاعه شفاف. كي يتقلى معايا البصل بهذا الشكل هذا عاده نضيفوا عليه الكبده والقوانص. كبده تاع كي نجمو نديرو كبده تاع الدجاج وحدها، خاطر كاين بزاف ما يبغوش ياكلوا حنايا في مصاري نقولوا مقانص، ما يبغوش ياكلوا مقانص، بغاو ياكلوا غير كبده. ديروا كبده وحدها. نقلي مليح هذه الكبده تاعي مليح مليح مليح. الكبده تاعكم هكا مليح كلشي ندير 2 وريقات رند، وندير شويه ثوم، واحد 3 سنات ولا 4 سنات، ديروا كميه مليحه تاع الثوم. ندير حبه طماطم مكرفجه بالشكل هذا وخلط. مازال ما درتش التوابل، نخليها تتقلى تاني. السر تاع البنه هذه في القليان تاع البصل والثوم مع الكبده وكاع. والله جربوها، بغيتو ديروه طاجين، بغيتو ديروه مرافق، بغيتو ديروه كيما بغيتو ديروه، المهم بنه روعه. تبدلوا شويه. معايا الكبده بهذا الشكل هذا. دروك ندير التوابل، ندير شويه سكنجبير، ندير شويه ثوم بودره، ندير شويه كمون، ندير فلفل اسود،
كري، شويه فلفله حمراء حلوه، بابريكا، كل واحد وكيفاش يسميها. وعندي شويه على راس المغرف تاع راس الحانوت، هكا على راس المغرف. ندير الملح عيني ميزاني، ندير كميه الزيتون نكونوا قطعناه. الزيتون تاعي قطعته، غليته مره قلت لكم وقطعته، يعني حتى الكبده تاع الدجاج تجي شغل مربيه. شفتوا كي تنقوها وكاع شحال تجي غير شويه. شيلو كيلو ما يدير لكم والو، سورتو اللي يكونوا عائله. بهذه الطريقه اللي راني ندير لكم فيها، الله يبارك ما شاء الله تجي زاكيه. تنجموا تاكلوها وحدها، قلت لكم كيما تنجموا ديروا معاها شويه روز ولا. نزيد واحد نص كاس هكا ولا كاس تاع الماء، نتوما شوفوا عينكم ميزانكم. نقص عليها، نغطيها ونخليها حتى طيب واحد 10 دقائق. هذا ما كان يعني كلشي راه طايب، الزيتون راه طايب، الكبده قليناها مليح مليح. واحد 10 دقائق ونرجع معكم ان شاء الله باش تشوفوها في طبق التقديم. مزيه كنتم قابلتني. نضيفوا من نبغوا هكا صاي كملنا، نضيفوا ملعقه تاع خل ابيض. ها مام الكبده تاع الخروف نديروا لها مغرفه تاع خل، تعطي واحد البنه شابه هكا، قلع ديك الزفوريه وكاع. شوف الطاجين تاعنا الله يبارك. راني رجعت معكم. ها هو الطبق تاعنا نهار اليوم، الكبده تاع الدجاج بالزيتون، طبق بنين بزاف 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 بزاف. جربوه يجي زاكي الله يبارك، ويجي فيه البركه من تخلطوا معها الزيتون. وكون عارفين قلت لكم الكبده مربيه. تزيين نتوما كل واحد وكيما يبغي هو. هنا درته في هادو راهم ينباعوا، انا راهم عندي صافي 10 سنين ولا شريتهم انو فرنسا هاني عاقله. هذا طويجنات الصغار مع شويه تاع الروز. فيما يخص بذور الخشخش، شوفوا هادو هما بذور الخشخش، وهادو بذور الشيا. شوفوا كاين فرق، كاين اللي راهم حاسبين لي غران دو الشيا ولي غران دو بافو هما كيف كيف. هادو شوفوا كيف يجيو دايرين في الحجم، يجوا كيف كيف، لكن في الرائحه وفي الكو في اللون ماشي كيف كيف. هادو كحلين كيما السانوج، شوفوا كيفاش دايرين يجوا ركيك. هادو تعرفوا شتا هما لا الورد هذاك الاحمر بالنعمان، هادو البذور تاعه لي كوكليكو، لي غران دو بافو. وهادو بذور الشيا، نبته الشيا. شوفوا كيفاش دايرين، وهادو شوفوا كيفاش دايرين. خاش بزاف سقسانوا عليهم. هادو ما كاش هنايا، هادو تاع فرنسا، وهادو كاين هنايا. انا نشريهم عند واحد في حي السلام تما في التهويده، يبيع التوابل المغنيه. بون نرجعوا للطبق تاعنا. قلت لكم الطبق تاعنا كبد الدجاج بالزيتون، طبق بنين بزاف. جربوه والله راحين يعجبهم بزاف بزاف. قلت لكم تاني مقانص اللي ما يبغيش ما يديرهمش. هنا روز طيبته روز اكسبريس بدون خضر، طيبته هكا يجي مرافق. تبغوا ديروه هكا في طبسي مدور هكا الروز، تحفروا حفره وتحطوا في وسطها الكبده تاع الدجاج هذه اللي حضرتوها. شويه هكا نبدلوك، وعارفين كل يوم شنديروا فطور شنديروا عشاء. انا عطيتكم فكره، ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تنجحوا فيها وتجيكم بنينه. وخلوا لي الخبر في التعليقات، راني نستنى فيكم. المشتركين يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم على التشجيع، يعطيكم الصحه يعطيكم الصحه. تعاونوني بالبارطاج، عرفوا القناه مع الاصدقاء تاعكم مع العائلات تاعكم، هذا باش تقدروا تعاونوني. اللي ماشي مشتركين وهذا وراكم تشوفوا في القناه تاعي، شوفوا الفيديوهات. الى عجبكم الفيديوهات ديروا جيم، ديروا ابوني، فعلوا الجرس باش يوصلكم كاع فيديوهات القناه. كاين بزاف تاني بقاو يراسلوا فيا كيشوفوا التصاور في الستوري تاعي في الفيسبوك، يقولوا لي شاوله هذا ومنهم عطينا الوصفه. نعطيهم الوصفه المره الجايه ثاني، نعطيهم الوصفه يشتركوا هكا يوصلوهم كاع فيديوهات القناه باذن الله. ما بقى لي غير نقول لكم اللهم صل وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دمتم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه الى فيديو قادم باذن الله.